إذا احتشمت النساء خجلت أعين الناظرين، وإذا غض الرجال أبصارهم احتشمت النساء خجلة. لما مرضت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها مرض الموت الذي توفيت فيه، دخلت عليها أسماء بنت عميس رضي الله عنها تعودها وتزورها. فقالت فاطمة لأسماء: والله إني لأستحي أن أخرج غدا، أي إذا مت، على الرجال فيرون جسمي من خلال هذا النعش. وكانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح على الجثة ثوب، ولكنه كان يصف حجم الجسم. فقالت لها أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ودعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت على النعش ثوبا فضفاضا واسعا فكان لا يصف. فلما رأته فاطمة قالت لأسماء: سترك الله كما سترتني. سبحان الله، تستحي وهي ميتة مكفنة في 5 أثواب. ما الذي سيظهر منها؟ وما الذي سيحملونها؟ وهل هو موقف فيه فتنة؟ لله درها تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون؟ فكم ممن شف حجابها أو أخرجت خصلتها وخصرت العباء ولونتها وتكسرت في مشيتها، وعلت ضحكاتها وفاحت عطرها ومات حياؤها. أين من تقول للمحتشمات أنهن معقدات؟ فهل فاطمة معقدة رضي الله عنها؟ إذا كانت معقدة فهنيئا للمعقدات، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكا من الملائكة لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة عظيمة وبشارة من أعظم البشارات، يقول فيها سبحانه: بشر فاطمة أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة. الحياء لا يأتي إلا بخير. السلام عليكم.